الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وفيديو جديد، بس الفيديو المرة دي مش من مطبخي، من مطبخ امي. يلا بينا على الفيديو نشوف اليوم قضيناه ازاي. انا كنت في اجازة عند ماما بس من فترة، وصورنا هناك فيديو قلت انزله لكم بقى. طبعا يوم الخميس عند امي يبقى محشي، وكان طبعا عندنا كده فراخ بيضة، دورة فراخ بيضة حلوة كده. عملنا فرخة ديك رومي كده ما شاء الله، وعملنا تحابيش الاكل. يلا بينا نشوف يومنا هنبداه ازاي وعملنا ايه. اول حاجه طبعا قمنا من النوم، طلعنا الفراخ اللي هتفك اللي احنا نعملها، وبسم الله ما شاء الله كانت دوره فراخ. اللهم بارك فيها يا رب، وبالف هنا لكل اللي هياكل منها. غسلنا الخضره، وكمان قلنا كده طلعنا كمان لحمه، عشان احنا مش بنحب ان احنا نزود شوربه المحشي بشوربه الفراخ البيضه، فهي يا لحمه يا بط. فطلعنا كده ايه لحمه وحاجات من دي، يعني كانت حاجات كده قلنا نعملها ونزود بيها ايه المحشي. اول حاجه كده هنسلق الكرنب مع بعض، حطيت الميه اهو، وكمان عملنا الصلصه اهي مع بعض بتتسبك، فقلنا نسلق الكرنب من المره. سلق الكرنب سهل وبسيط، مفيش فيه اي حاجه. كل الحكايه ان احنا حطينا ميه وهنحط عليها كمون وهنسلق الكرنب. وصلصه المحشي برضه انا عملتها معاكم كتير، وهي نفس الصلصه بتاعتي، نفس طريقه التسبيكه بتاعت ماما، مفيش فيها اي اختلاف. يعني بنحط البصل، وبعد كده لما البصل يدبل شويه بننزل بالتوابل، بننزل بالطماطم، بنقطع عود خضره كده يديله طعم. وصلصه المحشي طبعا من اهمها ان هي بتحب البصل كتير، والتوابل بتاعتها بقى على حسب رغبتك انتي. احنا بنحط عليها ملح وفلفل وسبع بهارات وكمون، وبنحط عليها كمان بابريكا عشان تخلي الطعم حلو، اللون حلو والطعم حلو. الفرخة طبعا بتفك، والحاجات التانية اللي احنا هنسلقها مع بعض اللي هي زي الكوارع دي برضو هتفك. هي لحمة كده بعظم وكده، بس شوربتها كانت سمينة وحلو. هنبدأ ان احنا دلوقتي بقى ان خلاص ماما بتحب تقور بتنجان وفلفل، ودي تديله ايه زي دحرجة كده. كانت جايبة برضو ملوخية يوم الخميس كده، قطفتها معاها، وقلنا ان احنا ايه نغسلها. خدت منها شوية ان احنا هنعملهم يوم الجمعة، عشان هما بيحبوا دايما يوم الجمعة ياكلوا اكل بعيش، والباقي كانت هي هتنشف. فانا واقفة في المطبخ كده عملنا حاجات كتير، وبدأت كده ان احنا كمان نسلق الكرنب ونطلعه على مية باردة عشان يبطل سوا، علشان ما يتهريش منك. فكل حاجة كده واحنا واقفين كنا بنعملها، كانت ماما واقفة معايا وانا كنت واقفة معاها في المطبخ، وبدأنا ان احنا نعمل كده كل حاجة عشان نخلص حاجتنا مرة واحدة. هنخلص برضو سليق الكرنب، والصلصة هتتسبك، واحنا بنحشي هنحط الفراخ على النار تتسلق، وهنحط برضو ايه اللي هي اللحمة دي برضو تتسلق، علشان لما نخلص المحشي نخش نزود على طول ونخلص اكلنا مرة واحدة. بدأنا كده ان احنا برضو نخلص كده زي ما انتوا شايفين، نحط سليق الكرنب. طبعا لما بتيجي تسلقوا الكرنب اسلقوا الورق الابيض الاول، خلصي ورقك الابيض، وبعد كده حط اللي هو ايه الورق الاخضر في الاخر. كده هو تبقى نطلع كده من الميه السخنه على الحوض على طول في ميه بارده في طبق، علشان ايه ما يتهريش مننا الكرنب. بدأنا ان احنا كده نسلق الكرنب بتاعنا ونخلص برضو كل حاجه واحنا واقفين مره واحده. هو يوم الخميس ده بالنسبه للام بيكون سوق، فبيبقى يوم روتين طويل يعني في كذا حاجه، وبالذات لو هي هتعمل محشي. هي عملت محشي علشان انا كنت هناك، بس هي من طبيعتها ان هي مش بتعمل محشي يوم الخميس علشان ما بقاش ضيق عليها. غسلنا الرز وصفناه، وكمان عملت خلطة كده هحطها على في قلب الفرخة، هتخلي طعمها حلو قوي. بشرت كده بصلايه وحطيت عليها ملح وفلفل، وقعدت ادعكها كده لحد ما الميه بتاعتها نزلت وطلعت حلاوه البصل. هبدا ان انا ادخل بقى ايه البصل بتاعي كده زي ما انتوا شايفين في قلب الفرخه كلها من جوه ومن بره. وبعد كده هبدا ان انا كنا حاطين ميه، هنبدا ننزل بالفرخه. البصلايه دي مع الملح والفلفل فعلا بتدي طعم للفرخه حلو جدا، يا بنات جربوها بالطريقه دي. كنت حاطه طبعا حله كبيره وحاطه فيها فصين حبهان وبصل وفلفل اسود، وحط ورقتين لوري، وهننزل بقى بالفرخه على طول. هننزل بقى بالفرخه عشان الفرخه ما شاء الله كبيره، فهتاخد وقت في السوا علشان تبقى مستويه كويس. فهنقلبها يمين وشمال وهي متنضفه ومنقوعه، وبسم الله ما شاء الله زي الفل. والصلصه زي ما انا قلت لكم اهي اتسبكت. هنبدا بقى ان احنا نقطع خضرتنا ونقلب الصلصه ونحشي، وفي الوقت ده هنحط الفراخ ونحط الحاجات اللي هتتسلق تاني على البوتاجاز، علشان في الوقت ده كله يخلص. عندي كده عملنا صينيه كوسه وزودناها اهي واستوت، حشيناها هي اول حاجه وحطيناها كده، عشان طبعا لما اجي انزل في الفرن احمر اخد معايا الكوسه واخد معايا الفراخ.
هنعمل برضو تتبيله حلوه للفراخ، هنحمرها في قلب الفرن هتكون طعمها حلو جدا. والحاجات اللي احنا برضو هنزود بيها هي استوت وكانت جميله جدا جدا، كانت حاجات كده زي الكوارع. قلنا هنستفيد بالشوربه بتاعتها وهتخلي طعم المحشي حلو. بشرت كده طماطمايه وحطيت عليها ملح وفلفل وعصرت عليها ليمون وحطيت عليها شويه زيت، وتبلت بقى الفرخه شويه. وزي ما انا قلت لكم خلصنا المحشي. عملنا بقى محشي ايه؟ مشكل كرنب وفلفل وبتنجان وكوسه في كله في حله واحده، وعملنا صينيه كوسه. يعني احنا قلنا نعمل كده ايه، كله مشكل مع بعضيه في حله واحده، ويبقى طعمه حلو قوي يا بنات. وكمان عملنا صينيه الكوسه اهي. طبعا الكوسه هتخلص سوا وهاخدها هي والفراخ وننزل نحطهم في الفرن لحد ما يتحمروا. والمحشي كمان بتاعنا هنزوده دلوقتي وهنهدي عليه بقى يغلي غلوتين، هنهدي عليه النار ونسيبه لحد لما يستوي خالص. وبكده نكون خلصنا اكلتنا. طبعا اكلتنا اكلة الشعب المصري كله اللي هي اكلة المحشي. كان يوم حلو وجميل. لما بروح عند ماما دايما بتحب، يعني انا بعمل محشي بس هي دايما برضو تعمل محشي وانا عندها. المحشي بتاعنا اهو هديت عليه بقى النار خالص، وهوريكم. طبعا انتوا شفتوا في اول الفيديو ان انا حمرت الفرخه وحمرت صينيه الكوسه. وده كان يومي عند امي يوم الخميس، روتين يوم كامل. وده اكلنا. اتمنى الفيديو يعجبكم. الفرخه اتحمرت وكانت ريحتها حلوه جدا. والتتبيله دي بتدي كده للفراخ طعم زي اكنها فراخ مشويه. طلعنا المخلل، طبعا كان في زيتون وكان في خيار وفلفل وليمون تشكيله كده. والحاجات التانية اللي انا قلت عليها استوت كده. الفيديو بتاعنا تمام وكده يومنا تمام. هنروح ناكل، تعالوا كلوا معانا وبألف هنا لكل اللي كل من الاكل. اتمنى الفيديو يعجبكم. هتوحشونا لحد الفيديو اللي جاي. مع السلامه.